ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. طبعا متاخره عليكم بقى لي يومين كده، بس الظروف بقى معلش. والله الفيديو ده معايا من امبارح بس مش عرفت انزله لكم خالص، بس ايه الحمد لله يعني. نبدا كده الفيديو، نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يعني دوت كان طبعا روتين يوم الجمعه. ودخلت كده كان على المطبخ يعني. رتبت كده الدنيا حواليا وكده. انتوا عارفين طبعا لما ببدأ في المطبخ لازم اروق الدنيا حواليا الاول قبل ما ابدأ في اي حاجة. قلت بس امسح البوتاجاز كده، هو كان نضيف مش كان فيه حاجة. هو كان عليه بس ردة واقعة كده من العيش وبس على كده. شغلت بقى الغسالة ورصيت كده الحوامل على البوتاجاز. وكنت بقى جايبه طلبات من تحت كده، حطيت كل حاجه مكانها. وقلت بقى ايه، فطرنا نعمل كوبايتين قهوه ونشوف اللي ورناه على طول في الغدا، لان كان ورايا مشوار وكده. وقلت اجهز يعني الغدا قبل ما انزل، على قد ان انا اجي احطه يستوي على طول، عشان مش هيبقى في وقت وكده. صلوا على النبي بقى كتير كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حطينا بقى القهوه بتاعتنا على البوتاجاز ونروح نشوف بقى احنا ايه هنعمل ايه. غسلت بقى حبة المواعين كده اللي في الحوض، ما كانش فيه مواعين كتير وكده، بس قلت برضو ايه افضي الحوض قبل ما ابدا في اي حاجة، علشان خاطر ابدا على نظافة وكده. كده انا واقفة اصلا جنب القهوة وكده، فقلت اغسلهم على طول. سرحتوا في ايه بقى؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقولوا لي بقى انتوا عملتوا ايه طبعا امبارح كان الجو حر قوي، واصلا عايزه اكل خفيف، بس احنا ايه هي جت معانا كده. خلصنا بقى حبة المواعين اللي في الحوض كده على طول، ما خدوش معانا وقت ولا اي حاجة. بس هو كده، انا ما بعرفش ان انا اقف في المطبخ والمواعين في الحوض يعني. بحس ان الدنيا مكركبة حواليا وبلف حوالين نفسي، مش عارفة اعمل حاجة. مديت بقى الازايز كمان عشان مش تفضى كلها مرة واحدة، والجو اصلا حر والواحد بيستهلك ازايز كتير، علشان خاطر يعني ايه يدوبك بتطلع الازازة تشرب منها شوية وما بتلاقيش المية ساقعة. صبنا كده بقى القهوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طلعت بقى الدور اللي في الغسالة كده، وقلت احط برضو دور الغسيل على طول كده. مش هتاخد معايا وقت ولا اي حاجة، علشان خاطر يعني تخلص عقبال ما اخلص اللي ورايا تكون هي خلصت، واطلع انشرها على طول. هنا بقى كنت جايبة فرخة، بس كانت كبيرة وكده، كانت 2 كيلو 600. فقلت ايه يعني اكتر من 2 كيلو ونص بحاجات بسيطة. قلت تبقى كبيرة قوي وكده، فرحت مقطعوها، واخدة الصدر لوحده، واخدة الوركين بالهيكل كده لوحده. كنت لفاهم بقى بملح كده وليمون
غسلتهم كده وحطهم في المصفى دي يتصفوا براحتهم، عقبال ما اجهز بقى ايه بقيه الاكل كده حواليا. وجبت كده بصل قشرته. بجيب طبعا انتوا عارفين ان انا بجيب الخضار بتاع الاكل بنضفه كله مره واحده، عشان مش كل ما عاوز حاجه يعني ارجع ان انا انضفها وكده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نضف بقى كده الحوض حوالينا اول باول. وجبت كده بقى كام قرن فلفل كده وكام طماطمايه، نعمل بقى خلطة الفراخ. حطيت قرنين فلفل حمر كده مع كام طماطمايه كده وبصلتين، وحطيت بقى فلفل اسود وملح وكمون وكزبرة ومكعب ماجي وايه تاني وبس. نضربهم بقى كده في الخلاط مع بعض، وحطيت لهم بقى عصرت 3 ليمونات كده عليهم. ونعمل بقى خلطة الفراخ ونسيبها بقى في التلاجة براحتها لحد ما نيجي بقى على الاكل نبقى ندخلها الفرن تكون شربت من التتبيلة بتاعتها كويس. نلف بقى كده الفراخ فيها ونشيل الصدر كده، هتشوفوا هنعمل بيه ايه دلوقتي. جبت كده بقى حلة حطيت فيها مية ونحطها على البوتاجاز. ونجيب الطاسة دي كده نحط فيها معلقة سمنة، وننزل عليها بقى ايه بصدر الفرخة اللي احنا شلناه دوت، نقطعه كده مكعبات صغيرة في معلقة سمنة سخنة كده. نديله بس تشويحة كده وبعد كده ننزل عليه بالبصل. هو كان بصراحة صدر الفرخة كان محترم كده، كبير كده واخد مكانه يعني. نقطع بقى البصل ونقطع عليهم كده قرنين فلفل برضو. بصل كده يبدأ يدبل بس كده، ونروح مقطعين عليه الفلفل على طول، ونحط البهارات بقى ونسيبها مع نفسها كده. كده كنت ببص بس على المية غليت حطيت لها الملح. وانا المكرونه اصلا المكرونه البشاميل عامه ما بحطش لل للمكرونه وهي بتتسلق، ما بحطش لها بتاع ده زيت. هنا بقى كنت رحت المشوار اللي انا رايحاه ورجعت. حطيت بقى هنا كانت المكرونه اتسلقت والفراخ كده استوت. ركنتهم ونزلت ورجعت بقى عملت البشاميل. حطيت بقى سمنه وحطيت دقيق، وان يبقى لازم يكون دقيق كده ايه والسمنه متلغلغين كده في قلب بعض مش يبقى ماسك. نقلبهم تقلبتين كده لحد ما ريحه الدقيق كده تطلع ويبقى ريحته حلوه يعني، عشان ما يبقاش ني، تشموا ريحه التحميصه كده. نزلت بقى ب2 لتر لبن، وبقى نديله تقليبه كده. قلت احط صينيه الفراخ عقبال ما اخلص صينيه المكرونه، كده كده صينيه المكرونه بتاخدش وقت يعني. فحطيت الفراخ بقى ايه براحتها الاول.
ايديه. نقلب كده، نخلي ايدينا دايما في البشاميل وكده عشان مش يكلكع مننا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نحط له بقى كده حبه فلفل اسود وحبه ملح وخلاص على كده. كده البشاميل اللي اتعمل طريقته سهله وبسيطه جبت بقى الصينيه كده اللي هعمل فيها البشاميل، المكرونه يعني. شلت كده بقى من البشاميل اللي حطيت بس ايه مغرفتين كده في الصينيه من تحت. وبعد كده بقى ايه اشيل من البشاميل كده على جنب بس عشان احط على الوش، والباقي بروح مقلبه فيه المكرونه كلها، وبحط عليه برضو خلطه الفراخ كده، وبقلب كله في بعضه. حتى كنت جايبه زيتون بس نسيت احطه. احط بقى حبه جبن كده برضو مع الخلطه دي عشان كلها تبقى ايه متقلبه كده مع بعضيها. هنا حطيت الجبنه كده برضو، جبنه موتزاريلا، ولفتهم كده مع بعض. نزلهم كلهم كده في الصينيه، وننزل بقى بكميه البشاميل اللي احنا شلناها على جنب دي على الوش. مخدتش معانا اي وقت بصراحه حطينا بقى كميه الجبنه الباقيه كده على الوش، وبقت مية مية. ندخلها بقى جنب صينيه الفراخ، عقبال ما صينيه الفراخ تستوي تكون هي كمان اتظبطت يعني، وخلص على كده. نلم بقى الدنيا حوالينا كده ونصبن حبة المواعين اللي طلعوا مننا عقبال ما الاكل يستوي. نسهل على نفسنا كده وقفة المطبخ عشان خاطر ايه الجو حر والحكاية مش مستاهلة يعني. عشان مش هندخل تاني المطبخ، خلاص طلعنا كلنا بنفرهد، خلاص الجو حر. لو بقى بيبقى على قد الطبقين اللي احنا شلناهم مثلا واحنا بنعمل حاجة في المطبخ هنصبنهم، خلاص مش صبناهم مش هتبقى يعني مش هيحصل حاجة يعني. لما نقوم نعمل اي حاجة نبقى نصبنهم. كده كده اصلا صينية المكرونة بقى نصها، والفراخ نفس النظام، فرجعتهم في نفس الصينية عشان اقدر ان انا اسخنهم تاني يوم. وهو كان باقي الطبقين بس مطرح الاكل وكده وخلاص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خلصنا بقى حبة المواعين اللي طلعوا من الاكل على طول. ما خدوش وقت معانا ولا اي حاجة، بس ايه احنا اللي بنكسل على كل حاجة. ساعات كده الواحد بيبقى قدامه الحاجة ويقول والله ما انا عاملها، مش قادر. كان ايه بقى كان عندنا بتاع دوت عنب كده، قلت برضه اغسله وانا واقفه كده، ننقي بس منه في حاجه بايظه في حاجه كده ننقيها ونغسله كده واحنا واقفين عشان خاطر نحطه في التلاجة، عشان طبعا الحاجه ما تتاكلش غير ساقعه يعني. نلحق بقى ايه ان احنا عقبال ما نتغدى وكده يكون ساقع. كلنا منه كلنا، ما كلناش ادي ايه اتغسل بقى عشان ما يدنهوش ويبوظ. نخمره كده مرة بس كده ونغسله، ونرجع نخمره مرة تانية عشان بيبقى بين العنبة والتانية فيها عفار، وانتي مش هتعرفي تغسليه واحدة واحدة يعني. كده نرجع بقى نخمره تاني.
طبعا بين كل مرة اصلا بيبقى قاعد في المية شوية. كده خلاص بقى كان الاكل خلص. نطلع بقى نطلع بقى الاكل بقى على على البوتاجاز كده من فوق يهدى شويه. كانت الفراخ لسه ما خدتش وش، فطلعت كده المكرونه قبلها، والفراخ اهي كده دلوقتي خدت وش، طلعتها هي كمان. ونغرف بقى الاكل. مكرونه بصوا جميله جميله، واخده وش كده وايه، في قلبك في قلبك. عرفنا بقى كده طبقين مكرونه وطبقين بقى فراخ. ايه يا نطلع بقى كده الفراخ والمكرونه وخلاص كده، وبالهنا والشفا علينا، وباي باي.